لو عايز تقرأ اي سي جي صح لازم تتابع السلسلة دي. ده رابع فيديو في السلسلة. النهارده هنتعلم ازاي نستهج الاي سي جي. هتقول لي ايه نستهج دي؟ هو احنا بنتعلم اي بي سي؟ اقول لك لا، انا بحب المصطلح ده لسبب، لان احنا فعلا بنستهج. يعني الاي سي جي دي عبارة عن لغة مربعات، وهنعرف ازاي دلوقتي. انا اول حاجة بشوفها عندي في الاي سي جي، دي كده صورة مصغرة من ورقة الاي سي جي. حلو. اول حاجة بشوفها عندي بلاقي الويفز. ايه هي الويفز دي؟ عبارة عن ديفليكشن لاين بسبب اي تغير في الالكتريكال اكتيفيتي بتاعت الهارت. زي ايه مثلا؟ زي عندي هنا البي ويف، الكيو ويف، الار ويف، والاس ويف، والتي ويف. دي كلها ويفز بلاقيها عندي في الاي سي جي. تاني حاجه السيجمنت. ايه هي السيجمنت دي؟ عباره عن لاين بتوين تو ديفرنت ويف. حلو. ازاي؟ زي مثلا عندي هنا البي ار سيجمنت. حلو. والكيو اس سيجمنت. عندي هنا بين، احنا قلنا ان هي لاين بين ايه تو ديفرنت ويف. انا عندي اهو الكيو ويف ولاين لحد التي، لا قصدي الاس ويف. لحظه. الاس ويف اسمها اس تي ستيجمنت. فالاس ويف لحد التي ويف، دي كده اللاين ده كده عباره عن الاس تي سيجمنت. حلو. تالت حاجه عندي الانترفال، ودي عباره عن برضو يعني بيكون مسافه بتشمل ايه؟ بتشمل سيجمنت وعندي واحد او اكتر من الويف، زي البي ار انترفال والكيو تي انترفال. لحد هنا كويس. بعد كده انا زي ما احنا قلنا ان الاي سي جي دي عباره عن لغه مربعات. فانا عندي ورقه الاي سي جي بتكون عباره عن مربعات كبيره ومربعات صغيره. كل مربع كبير فيه 5 مربعات صغيره. حلو. وبيكون في عندي هنا 2 اكسس، عندي هنا الواي اكسس والاكس اكسس. حلو قوي. الواي اكسس ده بيكون عليه شده الكهرباء بتاعه القلب، وبنقيسها بالملي فولت. انما الاكس اكسس ده بيكون عليه التايم او السكند او الوقت اللي بيستغرقه الكاردياك سايكل، وبنقيسه بالسكند، لان الوقت اللي كان بيستغرقه الكاردياك سايكل كانت 8 من 10 سكند. حلو. فهنتعامل بالثانيه. زي ما احنا قلنا ان كل مربع كبير فيه 5 مربعات صغيره. فانا عندي هنا في الاكس اكسس المربع الكبير بيشمل 2 من 10 سكند، والمربع الصغير بيشمل 4 من 100 سكند. حلو. وفي الواي اكسس عندي هنا المربع الكبير بيشمل 5 من 10 ملي فولت. دي 5 من 10 مش 5 ملي فولت، ده 5 من 10. والمربع الصغير بيشمل 1 من 10 ملي ايه فولت.